بإذن الله الشباب راح يكونوا على قدر المسؤولية إن شاء الله، راح يكونوا رجال مثل ما هن دائما إن شاء الله. وإن شاء الله نفرح، اللي همنا هو نفرح الجماهير السورية بكل مكان. بهذه الكلمات والعزيمة انطلقت نسور سوريا برحلة الشتاء الآسيوية بعد غياب وصل إلى 14 عام. القرعة لم ترحمهم فوضعتهم إلى جانب الأردن المستعدة واليابان المتغيرة والسعودية المتجددة بلقاء الافتتاح الصعب جدا على الطرفين السوري والسعودي. تطمينات كثيرة وعديدة ودعم جماهيري وقف وقفة رجل واحد وإعلامي وفني وسياسي من أعلى المستويات، وخاصة بعد المشاكل الكثيرة التي عانى منها المنتخب وبمدرب مؤقت استلم قبل أيام. طموح لا حدود له بإرضاء الجماهير التي علقت آمالا كبيرة جدا على هذا المنتخب، ولو على الأقل الظهور بشكل مشرف وهو سلاح بحد ذاته، بالإضافة إلى البداية القوية التي يريدها السوري من البوابة السعودية، فهو على دراية تامة بصعوبة هذه البوابة وثمن الخروج منها بتعادل أو فوز يمهد السبيل إلى القادم. أما الحماس والعزيمة والغياب الطويل عن المحافل الدولية والأسماء التي لا تقل أهمية عن غيرها من الساحة العربية والقارية هي أيضا عامل قوة، فالتعويل على القائد فراس الخطيب الذي بدأ التعافي من الشد الذي أصابه بالتدريبات إلى جانب زينو والآغا وسنحريب والدينامو جهاد الحسين والصانع لؤي شنكو والقلعة الحصينة مصعب بلحوس والصخرة الدفاعية عبد القادر دكة ودياب وطه والارتكاز من الإسماعيل للدايم وعوض، وكل الأسماء التي تسعى إلى ظهور مختلف عن السنوات الماضية. أما التشكيل المتوقع إلى الآن فمصعب بلحوس في الحراسة، بلال عبد الدايم ظهير أيمن، ونديم صباغ ظهير أيسر. أما قلب الدفاع فعبد القادر دكة وعلي دياب. على الأجنحة جهاد الحسين وائل عيان في اليسار، وفي الارتكاز والمحور فراس اسماعيل وعبد الرزاق الحسين، وفي المقدمة فراس الخطيب ومحمد زينو. تشكيل قد لا يراه البعض مناسبا أمام القوة السعودية الضاربة التي تسعى هي الأخرى إلى تعبيد طريق الكأس. أحمد آغا، صدى آسيا.